السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب. في الاول كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونترحم على امي، الله يرحمها ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا. آه كنت بقى ايه، بقى لي فترة منقطعة كده عن اليوتيوب، بسبب طبعا تعب امي ووفاتها، الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويرحم امواتنا جميعا. ف جبت حاجة يعني المطبخ، قلت لا اصورها لكم واوريها لكم، لان كنت بدور يعني على ريفيو ليها وما لقيتش. فروحت بقى مظبطه الترابيزه دي. كنت جايبه المشمع ده واللزق بتاعه وحش قوي، اللي انا لزقته على الترابيزه ده في اول الفيديو. مش حلو خالص. المفروض ان انا كنت جايباه للظرف بتاعه المطبخ، يعني الالموتيل اللي ما بيلزقش خالص على اي حاجه. ففرشته كده على الترابيزه دي عشان اقدم لكم عليها ايه، المنتج دوت اللي جايباه من امازون. مطبخي صغير جدا جدا، في يوم ما هصوره لكم كله كده على بعضه، اوريكم انا عملت فيه ايه وايه الجديد فيه وبحاول الملمه ازاي، لان هو قد بوفيه المكتب. يعني هو مش مطبخ بيت ابدا، هو قد بوفيه مكتب. يعني الشقه الحمد لله مساحتها كويسه، بس المطبخ صغنن قوي، يعني الحمام اكبر. فعلى قد ما بقدر بحاول الملم كل الكركبه بقى وكل الحاجات اللي انا بحتاجها في المطبخ. طبعا عبال ما فكيتها كنت زهقت جدا، يعني زهقت يا ولد يا بلد يا بلو. على رأي اسلام فوزي بقى. بس فتحتها بقى، دي ارفف. انا كنت فاهمه ان هي هتبقى واحد بس، قلت هجيبها للظرف. ان انا اقسم الظرف، لان الظرف عندي قليله قوي، ما عنديش مطبخ تحت، عندي معلقه بس 3 قطع. فالظرفه كبيره وخلاص ومش واخده حاجات كتير. فقلت لا، ممكن اجيب الارفف واقسمها حتى للايه، لمكان التوابل، برطمانات وكده. فلقيتهم 2 كده، بتكبر وتصغر. تمام. شفتها على المتجر بقى بتاع الفيسبوك ب200 وحاجة مش عارف ايه. دخلت على الموقع بتاع امازون لقيتها ب110، وفي منها ب129. انا جبت بقى ايه، 2 يعني 2 زي دول كده و2 تاني. الاتنين دول ب110. تمام، يبقى الاتنين ب220. فجبتها بقى وفكيتها معاكم، وقلت ممكن تتحط كده على الترابيزة وتحط عليها اي حاجة، وجنب الميكروويف والاير فراير والكلام ده. بس الترابيزة دي انا في الغالب هستخدمها يعني عشان يعني اقدر اصور عليها، لان زي ما قلت لكم المطبخ عندي صغير قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس كنت بتفرج عليها بقى، لو بيتحط عليها حاجة ممكن يبقى شكلها ايه. ده الجزء التاني جاي معاه الرجول البلاستيك دي، علشان ما تجرحش في حاجة، الرخامة او الخشب او ايا كان او المشمع حتى. فلقيت شكلها ظريف قوي وعملية، والحديد بتاعها حلو. يعني الحديد بتاعها حلو، بس بقى مش عارفة لو هي بقى جه مية عليها ده بيتقشر ولا لأ. مع الاستخدام بقى هقول لكم. لو عجبتكم بقى النوعية دي من الفيديوهات، يا ريت تدعموني كده بلايك وباشتراك كده للقناة، وشرفوني باشتراككم. وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها هنا وسعد كده، وربنا يا رب ينصر اهل غزة و... وينجيهم ويحفظهم، ويا رب يعوضهم خير عن كل شيء وحش شافوه. وبس كده، اتمنى يا رب يعني يكون الفيديو عجبكم، وفيديو قصير كده خفيف. آه، دي الضرفة اللي كنت بحاول ارتبها، هوريها لكم. انا حطيت بقى واحد بالعرض وواحد بالطول، لان ما فيش مساحة ان هو يكبر، والجزء التاني هو رجلين بس، فلازم يبقى مسنود على حاجة. فرحت حاطة واحد بالعرض وواحد بالطول كده، ورصيت عليهم البرطمانات. وهكمل بقى، يلا سلام عليكم.